النهارده مكملين مع بعض الجزء الثاني من حل تمارين الدرس الثالث العمليات على الاعداد الحقيقيه. وصدقني لو ركزت معايا لاخر الفيديو هتفهم كل الافكار اللي ممكن تيجي في الامتحان. ما تنساش تدعمنا بلايك حلو وتشترك في القناه علشان ده بيوصل لك كل الشرح، وكمان اكتب لي تعليق يشجعني اكمل معاك. ويلا بينا نبدا على طول. المره اللي فاتت وقفنا عند السؤال رقم 4. اول سؤال عايز قوسين نضربهم في بعض. هتقولي دي سهله قوي، هتقولي جذر الاتنين في مره سالب واحد ومره جذر الاتنين هنضربها في الجذر 2. هقول لك لا استنى، انا لما بيبقى عندي قوسين شبه بعض مختلفين بس في الاشاره بنعمل حاجه تانية، بنضرب بس الاول في الاول والتاني في التاني. طب يعني ايه؟ يعني بنقول جذر الاتنين في جذر الاتنين فيطلع لي 2، وبعد كده الواحد في السالب واحد بسالب واحد وتطلع لي 1. طب السؤال رقم 2 نفس الحوار نفس القوس ولكن اختلاف الإشارة. طب تعالى نحل. 4 في 4 ب16، وهنا ناقص وهنا موجب، الناقص هو اللي بيكسب. 3 في 3 ب9، وجذر 2 في جذر 2 ب2، ودول كلهم في قوس لوحدهم. عندنا هنا 16 ناقص 9 في 2 ب18، تطلع الإجابة بتساوي سالب 2. سؤال رقم 3 القوس التربيعي. تعالى نفكه. فاكروا بنفك ازاي؟ أول واحد تربيع، الأول في التاني في 2 الأخير تربيع. يلا الأول تربيع يعني بضرب جذر الخمسة في نفسها، جذر الخمسة في جذر الخمسة ب5. طب الأول في التاني في 2 هنسيب السالب زي ما هو. الأول اللي هو جذر الخمسة نضربه في التاني اللي هو بسالب واحد فتبقى سالب جذر الخمسة في 2 يبقى سالب 2 جذر الخمسة. والأخير تربيع، السالب واحد لما ربعه يبقى موجب 1. تعالى نحله. لو قلت 5 زائد 1 هتطلع لي 6 ناقص 2 جذر الخمسة. ندخل بقى في سؤال رقم 4. هتقولي ده سهل قوي، احنا هنقول الأول في الأول والتاني في التاني. أقول لك استنى، هل هنا الأقواس متشابهة؟ هتقولي لا، يبقى خلاص احنا هنقول الأول في الأول والأول برضو في التاني، وبعد كده نفس النظام مع السالب واحد. يعني هنقول جذر السبعة في 2 جذر السبعة، الواحد في الاتنين ب2، وجذر السبعة في جذر السبعة وبعد كده نفس الكلام جذر السبعة بس في 3 فهتطلع 3 جذر السبعة، والسالب واحد في 2 جذر السبعة فهتطلع لي سالب 2 جذر السبعة. ما تتلخبطش هنا ايه، سالب واحد مش الواحد لوحده، يبقى السالب واحد في كمان 3 بسالب 3. هتعرف تحسبها بدماغك احسب، مش هتعرف حطها على الآلة، هتطلع لك 11 زائد جذر السبعة. سؤال رقم 5 هنفك القوس التربيعي ده زي السؤال رقم 3 على طول. هنعمل ايه؟ الأول تربيع، الأول في التاني في 2 الأخير تربيع. يبقى الأول تربيع يعني هضرب الاتنين جذر الخمسة دي في نفسها فهتطلع لي 2 في 2 ب4، وجذر الخمسة في جذر الخمسة ب5. وبعد كده الأول في التاني في 2 فهيطلع لي سالب 20 جذر الخمسة. الأخير تربيع فهيطلع لي موجب 25. حط على الآلة يا باشا هتطلع لك 45 ناقص 20 جذر الخمسة. يلا بينا على السؤال رقم 6. هنا ايه؟ الاتنين القوسين زي بعض ولكن اختلاف الإشارة، يبقى الأول في الأول والتاني في التاني. يلا عندنا 2 في 2 ب4، وجذر 2 في جذر 2 ب2، وبعد كده الواحد في السالب واحد بسالب واحد، يبقى 4 في 2 ب8 ناقص الواحد فتطلع بتساوي 7. ندخل بقى في سؤال رقم 7. سؤال رقم 7 وسؤال رقم 8 عايزاك تركز معايا كده لأنهم فيهم كام تركاية وهتلاقيهم في الامتحان. أول حاجة في سؤال رقم 7 ما تخافش منه وما تقلقش وما تقول يا لهوي ايه ده كله، لا عادي. احنا هنمسك أول جزء كده هو التربيع. تعال نفك القوس اللي هو ازاي؟ الأول تربيع، الأول في التاني في 2 الأخير تربيع. يلا الأول تربيع يعني جذر السبعة في جذر السبعة بكام؟ ب7. حلو. وبعد كده الأول في التاني في 2 يعني جذر السبعة في سالب واحد بسالب جذر السبعة في الاتنين يبقى تطلع سالب 2 جذر السبعة. الأخير تربيع يعني سالب واحد في سالب واحد بإيه؟ بموجب 1. اركن بقى الشوية دي كده اهوت وسيب الجمع هنا. تعالى بقى أقول لك طريقة حلوة للقوسين اللي هنا دول. انا المفروض ان احنا كنا نعملهم ازاي؟ هنقول الجذر السبعة في جذر السبعة، وبعد كده نقول جذر السبعة في سالب 3، وبعد كده الاتنين في جذر السبعة والاتنين في سالب 3. بدل بقى ما نكبر السؤال على نفسنا تعالى وركز معايا في الطريقة الجاية دي. هنقول اول حاجة جذر السبعة في جذر السبعة بكام؟ ب7، وبعد كده هنقول الاتنين في السالب 3 بكام؟ بسالب 6 في
في الاخر هنحطها كده في الجزء اللي في النص. هنعمل فيه ايه بقى؟ هنا ال7 وهنا السالب 6. في جزء هنا في النص هنعمل فيه ايه؟ هنقول الجذر ال7 في -3 بسالب 3 جذر ال7، وهنجمع عليه ايه؟ هنجمع عليه الاتنين في جذر ال7 اللي هما الاتنين جنب بعض دول، فهيطلع لي 2 جذر ال7. لما نيجي نجمعهم -3 زائد الاتنين ب-1. جميل. طب والجذر ال7 ينزل زي ما هو، وهنحط الكلام ده في النص. حلو. فهمت؟ ما فهمتش عيد الحته دي تاني، عايزاك تركز فيها. وبعد كده حط كله يا باشا على الآلة، بس حطه صح. لو هتعرف تحطه صح لازم تحطه صح، مش تغلط في الاخر في الآلة يعني. فهتطلع لك 9 ناقص 3 جذر ال7. خش على السؤال رقم 8. ما تقلقش، بس السؤال ده محتاج كمان تركيز قوي، لان هنا ايه؟ في النص فيه سالب. بس تعالى نعمل اول حاجه نفك القوس التربيعي. اول حاجه ايه؟ الاول تربيع، 3 في 3 ب9. الاول في التاني في 2 هتطلع 12 جذر الاتنين. الاخير تربيع هيطلع لك 8. الاخير تربيع اللي هو ايه؟ الاتنين في 2 فهتطلع 4، وبعد كده جذر الاتنين في جذر الاتنين في 2 اللي هو 8 اهو. يبقى هتطلع 9 زائد 12 جذر الاتنين زائد 8. طب القوس ده نركز فيه بقى. احنا المفروض عادي جدا هنضرب ايه؟ الجذر الاتنين في قوس، بس هنا ايه؟ سالب جذر 2، فهتبقى سالب جذر الاتنين في الواحد بسالب جذر الاتنين، وسالب جذر الاتنين في سالب جذر الاتنين بموجب 2. فهيطلع الإجابة في الآخر 19 زائد 11 جذر الاتنين. ندخل في سؤال رقم 5. عايزني اخلي المقام عدد صحيح. طبعا لو اتفرجت على فيديو الشرح والحل بتاع المرة اللي فاتت هتفهمها سهلة جدا. هنعمل ايه؟ هنقول 1 على جذر ال15، هنقوم ضاربين في المقام بسط ومقام، يعني هنقول جذر ال15 على جذر ال15 وبس كده. تعالى بقى نضرب، هتلاقي المقام يتحول على طول لعدد صحيح. الواحد في جذر ال15 بجذر ال15، جذر ال15 في جذر ال15 شاطر 15. اهي بقى ايه؟ المقام عدد صحيح خلاص. ندخل في السؤال رقم 2. 6 على جذر ال3. هنعمل ايه؟ جذر ال3 فوق على جذر ال3 تحت، يبقى 6 جذر ال3 على جذر ال3 في جذر ال3 ب3. 6 على ال3 ب2، فتطلع 2 جذر ال3. وطبعا المقام 1 فيبقى عدد صحيح. سؤال رقم 3. 30 على جذر ال10. هنضرب في جذر ال10 فوق على جذر ال10، فهتبقى 30 جذر ال10 على جذر ال10 في جذر ال10 ب10. الصفر هنا راح مع الصفر اللي فوق، فهبقى ايه؟ 3 جذر ال10، وطبعا على الواحد فهو عدد صحيح. سؤال رقم 4. جذر ال5 على جذر ال2. هنضرب فين؟ جذر 2 فوق على جذر ال2، فتبقى سالب 5 جذر ال2 على جذر ال2 في جذر ال2 ب2. ندخل في سؤال رقم 5. هنقول جذر 9 على 5 جذر ال3، وهنضرب في جذر ال3 فوق على جذر ال3 تحت. هتقولي ليه مش ضربنا في 5 جذر ال3؟ احنا مش بنضرب في المقام. هقولك هو صح برضو، ولكن الارقام هتزيد معاك فهتبدا تتلخبط، فالاحسن تعمل اللي انا بقولك عليه. فهنضرب جذر ال3 على جذر ال3. يلا نضرب بقى، تبقى 9 جذر ال3، وهنا هتبقى 5 وجذر ال3 في جذر ال3 ب3، فهتطلع 9 على 5 5 في 3 ب 15، فهتبقى 9 على 15 هتبقى 3 جذر ال3 على 5. سؤال رقم 6. 10 على 2 جذر ال5. في ايه؟ في جذر ال5 على جذر ال5، هتبقى 10 جذر ال5 على 2 في جذر ال5 في جذر ال5 ب5، فال10 2 في 5 ب10 هتروح مع بعض، فتطلع الإجابة جذر ال5. ندخل في سؤال رقم 7. جذر ال2 زائد ال3 على جذر ال2. هنضربها فين؟ جذر 2 على جذر ال2. يلا نضرب بقى البسط في البسط والمقام في المقام. جذر 2 في جذر 2 هيطلع لي ب2 زائد 2 زائد 3 جذر ال2 على جذر 2 في جذر 2 ب
الاتنين، وهنسيبها زي ما هي. ندخل بقى في سؤال رقم 8 واللي هو في تريكايه برضو احنا قايلينها في الشرح عامة ولكن اكيد نسيتها. تعالى نراجع عليها على السريع. 1/2 زائد جذر ال6. هنعمل ايه؟ نضرب في المرافق. ايه هو المرافق؟ ان انا اغير اشارة المقام، فهتبقى 2 ناقص جذر ال6 على 2 ناقص جذر ال6. تعالى بقى نضرب، هتبقى 2 ناقص جذر ال6 على 2 في 2 ب4 وزائد في ناقص، فالناقص اللي بيكسب جذر ال6 في جذر ال6 ب6، فتبقى ال2 ناقص جذر ال6 زي ما هي فوق، و4 ناقص ال6 بسالب ال2. ندخل في سؤال رقم 9 برضه هنضرب في المرافق. هنا ايه؟ 20 على 5 ناقص جذر ال15. هنضرب فوق في 5 زائد جذر ال15 وتحت 5 زائد جذر ال15. تعالى بقى نضرب. تعالى خلي البسط دايما ايه؟ 20 ونفتح القوس 5 زائد جذر ال15 على 5 في 5 ب25 وناقص زائد الناقص يكسب. طب جذر 15 في جذر 15 ب15، يبقى عندنا ال25 ناقص ال15 ب10، يبقى 20 على ال10 هيبقى فيها ال2، فهتبقى 2 وهنفتح قوس 5 زائد جذر ال15. سؤال رقم 10. 3 على جذر ال5 زائد جذر ال2 في جذر ال5 ناقص جذر ال2 على جذر ال5 ناقص جذر ال2. تعالى نبدأ نضرب ال3 هنا. هنفتح القوس جذر ال5 ناقص جذر ال2 على جذر 5 في جذر ال5 ب5 زائد وناقص الناقص يكسب. جذر الاتنين في جذر الاتنين ب2. المقام هنا 5 ناقص الاتنين ب3، ال3 هتروح مع ال3 فهيبقى لي جذر ال5 ناقص جذر الاتنين. جميل. سؤال رقم 11. حلو انت بقى، ركز معايا كده وحل يلا. جذر ال3 على 2 ناقص جذر ال3 هنضرب، وبعدين هنضرب في ايه؟ 2 زائد جذر ال3 على 2 زائد جذر ال3. برافو عليك، كمل. هيبقى عندنا هنا ايه؟ جذر ال3 في الاتنين ب2 جذر ال3، وجذر ال3 زائد جذر ال3 ب3 على 2 في 2 ب4، الناقص يكسب. جذر ال3 في جذر ال3 ب3، يبقى عندنا 4 ناقص ال3 فيها الواحد، فمبقاش حاجة أصلا غير 2 جذر ال3 زائد ال3. ندخل بقى في سؤال رقم 12 وركز معايا. هنقول جذر ال7 زائد ال3 على جذر ال7 ناقص ال3، وهنضرب في المرافق يبقى جذر ال7 زائد ال3 وجذر ال7 زائد ال3، فهتطلع بتساوي ايه؟ هنا ايه؟ جذر 7 زائد ال3 في جذر 7 زائد ال3، يعني الجذر التربيعي لجذر ال7 زائد ال3 على المقام جذر ال7 في جذر ال7 ب7 وسالب هو اللي يكسب. هنا ايه؟ ال3 في سالب 3 في 3 هتطلع سالب ال9، يعني هتطلع بتساوي سالب الاتنين تحت. وهنا الاول تربيع ب7، الاول في التاني في 2 هتبقى 6 جذر ال7 والاخير تربيع. جميل. تعالى برضو ايه نكتب بقى بعد كده 7 زائد ال9 بايه؟ ب16 زائد 6 جذر ال7 على سالب ال2. ممكن نختصرها، يعني انا عندي هنا 16 وهنا 6، انا ممكن اخد الاتنين عامل مشترك. لو خدت الاتنين عامل مشترك فهيبقى هنا 8 زائد ال3 جذر ال7 على ايه؟ السالب الاتنين. هتقولي ليه طيب خدنا الاتنين؟ عشان ده يروح مع دوت، فبقى لي ايه؟ 7 هيبقى السالب بس اللي تحت، فهتبقى سالب ال8 زائد ال3 جذر ال7. ندخل بقى في سؤال رقم 6. مديني اكس وواي وزد وعايزني مرة اجمعهم مرة اضربهم مرة اقسمهم وهكذا. اول حاجة اكس زائد الواي كتبناها سالب 4 جذر ال3 زائد جذر ال3. تعالى نعمل اول حاجة ايه؟ السالب 4 زائد، هنا ما تنساش ان بيبقى في واحد، يبقى سالب 4 زائد الواحد بسالب 3 والجذر ال3 زي ما هو. تعالى بقى هنا الضرب برضو سالب 4 في هنا الواحد، سالب 4 في 1 بسالب 4 وجذر ال3 في جذر ال3 ب3، تبقى الإجابة سالب 12. جميل. طب هنا جذر ال3 هيروح مع جذر ال3 وسالب 4 على 2 بسالب ال2. سؤال رقم 4. 2 في سالب 4 بسالب 8 والجذر ال3 تنزل، ان هنا مش في حاجة هنا، يعني لو هنا في جذر مثلا تاني كنا ضربناه، بس هنا عشان مش في جذر تاني فحطينا الجذر ال3 على طول، يعني جذر 3 في 1. هنا ناقص التكعيب
بيروح مع الجذر التكعيبي، فهيبقى ايه؟ الخمسة. ندخل في سؤال رقم 7، بس قبل ما ندخل فيه تعالى الأول نبسط الإكس، نخليه مقامها عدد صحيح، نوصلها لأبسط حاجة خالص. فهنعمل ايه؟ هي 1 على جذر التلاتة زائد الاتنين، هنضرب في المرافق، فهتبقى جذر التلاتة ناقص الاتنين وجذر التلاتة ناقص الاتنين. بعد كده هتطلع هنا جذر التلاتة ناقص الاتنين على جذر التلاتة في جذر التلاتة بتلاتة، اتنين في سالب اتنين بسالب 4. جميل، يعني كده المقام بقى -1 وفوق جذر التلاتة ناقص الاتنين، يعني كده اكس بقت بتساوي سالب جذر التلاتة زائد الاتنين، لان ضربت السالب في القوس كله. وعندنا الواي هو مديهالي اصلا جذر 3 زائد الاتنين، يعني كده الاكس والواي مرافق لبعض، اختلاف الاشارات. تعالى بقى ندخل في اول جزء، بيقول لي اكس زائد الواي الكل تربيع، يعني عايز سالب جذر التلاتة زائد الاتنين زائد جذر 3 زائد الاتنين الكل تربيع. قبل ما تربع استنى، انا عندي هنا دي ايه؟ بالسالب ودي من الموجب، فيروحوا مع بعض، فاضل لي 2 زائد الاتنين ب4 الكل تربيع، فتطلع بتساوي 16. في اسهل من كده؟ ما اعتقدش. السؤال رقم 2 عايز اكس في واي، يعني عايز سالب جذر التلاتة زائد الاتنين نضربها في اكس جذر التلاتة زائد الاتنين، فهتبقى سالب جذر التلاتة في الجذر التلاتة بسالب 3، وهنا زائد 2 في 2 ب4، فتبقى سالب 3 زائد الأربعة ب1. سؤال رقم 3 عايز الاكس تربيع زائد الواي تربيع، يعني عايز سالب الجذر التلاتة زائد 2 الكل تربيع زائد جذر التلاتة زائد الاتنين الكل تربيع. هنفك كل قوس ونفك كل قوس التربيع بتاعه، يعني الاول تربيع، الاول في التاني في 2 والاخير تربيع. اول حاجة هتبقى 3 ناقص الأربعة جذر التلاتة الأخير تربيع ب4، وهنبدأ في القوس التاني، الأول تربيع ب3 زائد الأول في التاني في 2، فتبقى 4 جذر التلاتة زائد الأخير تربيع. هنا بالناقص وهنا بالزائد، فدول هيروحوا مع بعض. حط لي بقى على الآلة لو عايز، هنا 3 و3 6 و4 و4 8، 6 و8 ب14. ندخل فيه سؤال رقم 8، عايز الاول نجيب قيمه الاكس وقيمه الواي، عشان بعد كده نبدا نجيب اكس تربيع زائد واي تربيع. طب ازاي اجيب قيمه الاكس وقيمه الواي؟ تعالى ناخد ده لوحده وده، استنى انا هقولك، اكس على 3 جذر الاتنين وهنساويها بالواحد، في هنا على الواحد، وتعالى نجيب الاكس ده في ده وده في ده، الاكس في واحد باكس بتساوي 3 جذر الاتنين في الواحد فب3 جذر 2. تعالى بقى نجيب الواي على 2 جذر التلاتة بتساوي الواحد، هنا على الواحد، فتطلع الواي بتساوي 2 جذر التلاتة. يلا بقى نجيب اكس تربيع واي تربيع، يعني 3 جذر الاتنين الكل تربيع زائد 2 جذر التلاتة الكل تربيع. تعالى نربع التلاتة جذر الاتنين، 3 تربيع ب9 والجذر 2 تربيع بالاتنين زائد، وهنا برضو التربيع، يبقى هنا 4 في 3، هتطلع بتساوي 18 زائد 12، 18 زائد 12 ب30. ندخل في سؤال 9، مديني اكس وواي وعايز اكس تربيع ناقص الواي تربيع. انا بحس دايما ان انتوا بتتلخبطوا في الناقص اكتر من الزائد، وهو صراحه يلخبط ولكن محتاج تركيز، يعني لو ركزت مش هتغلط فيه. تعالى عايز اول حاجه الاكس تربيع، يعني جذر 5 ناقص 2 الكل تربيع ناقص جذر 5 زائد 2 الكل تربيع. الاول تربيع، الاول في التاني في 2 والاخير تربيع. الاول تربيع فيبقى 5، الاول في التاني في 2 فهتبقى سالب 2 جذر 5 في 2 فتبقى 4 جذر 5. الاخير تربيع ناقص الناقص، طبعا ايه هيدخل القوس كله، فنخلي بالنا. اقول لك حاجه احسن، خلي الناقص بره وافتح قوس كبير. الاول تربيع، الاول في التاني في 2 تبقى 4 جذر 5، الاخير تربيع. تعالى بقى ندخل السالب، هنا 5 4 جذر 5 زائد 4 ناقص 5 ناقص 4 جذر 5 ناقص 4. في حاجة هتروح مع حاجة، هنا موجب 4 هنا سالب 4 هنا موجب 5 هنا سالب 5، مبقاش فاضل غير السالب 4 جذر 5 وسالب 4 جذر 5. تعالوا نحطها على الآلة، سالب 4 جذر 5 ناقص 4 جذر 5،
فتطلع بتساوي -8 جذر الخمسة. وبكده نكون خلصنا الجزء التاني من حل تمارين العمليات على الأعداد الحقيقية. استنوا الجزء الأخير، هيكون صغير وخفيف علشان نلم كل الأفكار المهمة. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم أول ما ينزل، وحطوا رأيكم في الكومنتات عشان رأيكم مهم جدا بالنسبة لنا.